حبايبي، قبل ما يبدأ المسلسل تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص الحلقة ال5 من المسلسل التركي الخفقان. طب لو عاوزين تعرفوا انا بقصد اقول ايه، وقفنا مع بعض الحلقة اللي فاتت عند هوليا لما سمعت أراس وأصلي وهما بيتكلموا واتبسطت جدا، وهوليا بتنادي على أراس وبتسأله انت ايه اللي بينك وبين أصلي، وبيقول لها أراس طالما سمعتي عاوزة تعرفي ايه تاني، وبتقول له هوليا انا ما يهمنيش غير مصلحة بنتي، ومتأكدة انها مش هتكون سعيدة مع إمرة، ولو انت معجب بيها ممكن نخرج إمرة من المعادلة خالص. وبيقول لها أراس شوفي الصح واعمليه. وفي العربية هوليا بتبص لأصلي وبتقول في سرها والله برافو عليكي، عرفتي توقعي أراس في حبك، صحيح بنت أمك. وبتسأل أصلي مامتها في حاجة يا ماما، ومامتها بتقول لها ما تسيبك من إمرة بقى اللي هيدفن جمالك معاه ده، وركزي مع أراس. وأصلي بتقول لها لو سمحتي ما تفتحيش معايا الموضوع ده تاني، وخرجي أراس ده من دماغك خالص. وأصلي بتروح ورا أراس وبيقول لها أراس لدرجاتي مش قادرة تبعدي عني. وأصلي بتقول له ايش شيخة ليه، انا جيت وراك بدل ما تعمل حاجة متهورة تأذي نفسك بيها وتودي نفسك في داهية. وبيوصل للشخص اللي مستنيينه وبيمسكوا أراس من رقبته وبيسأله انت اللي بتبعت الرسائل دي لبرجيك بنت اخويا؟ والشخص بيقول له انا معرفش حد بالاسم ده، والرسائل دي كنت ببعتها لمليكة لانها مديونالي. وأراس بيضربه بكل قوته وبيسأله دين ايه اللي انت بتتكلم عنه ده. وبتروح هوليا الأوكان وبتقول له انا عاوزه افرق اصلي عن إمرة وقربها من أراس. وبيقول لها اوكان طب وماله، شوفي انت عاوزه تعملي ايه وانا معاكي. واصلي لما بتلاقي الشخص هيموت في ايد أراس بتبعد أراس عنه، فبيزقها الشاب وبيهرب. وبتقول اصلي لأراس انت معاك رقم الراجل فخلينا نروح نبلغ عنه احسن، وبلاش تورط نفسك معاه في مشكله. وبيقول لها أراس الراجل ده هرب بسببك انت، ويا ريت تخليكي في حالك بقى وما تحاوليش تتدخلي في اللي بعمله ابدا. وبتقول له اصلي ايه الغرور اللي انت فيه ده، انت فاكر نفسك مين يعني؟ وأراس بيقول لها لو انت واثقه من نفسك روحي اعترفي له باللي حصل بينا وشوفي رد فعله هيكون ايه. وبتقول له اصلي انت اتجننت رسمي بقى، وبتسيبه وتمشي. وبتروح اصلي وبتقعد على البحر وبتبص لصورة مليكة على موبايلها وبتقول يا ترى كنت مخبية ايه. وبنرجع فلاش باك ل6 شهور فاتوا، وبتروح مليكة على مركز طبي علشان تعمل تحليل. ولما موظفة الاستقبال بتقول لها اكتبي اسمك بالكامل بتتراجع مليكة وبتمشي. والموظف ده بيلاحظ ارتباك مليكة وبيقوم يروح وراها يقول لها نعرف مختبر ممكن تعملي فيه التحاليل اللي انت عاوزاها ومن غير ما تكتبي اسمك. ومليكة بتوافق وبتروح تعمل تحليل حمض نووي. وبيقول لها الدكتور ممكن تجيبي لي عينة شعر من مامتك وباباكي علشان نقارن النتيجة. وبتقول له ماما ممكن لكن بابا مات، ينفع اجيب لك من عمتي؟ والدكتور بيقول لها ينفع جدا. وبتدخل ريحان على مليكة في اوضتها وبتقول لها انت ليه بقيتي بتتعاملي معايا بطريقة وحشة؟ وبتحضنها مليكة وبتقول لها سامحيني انا اعصابي تعبانة اليومين دول. وريحان بتسألها عن السبب ومليكة بتقول لها الافضل انك ما تعرفيش لان ممكن ما تحبنيش زي الاول. وريحان بتقول لها مستحيل حبي ليكي الا ابدا، انت بنتي الوحيدة وحتة مني وانا ماليش غيرك ابدا. ودكتور المختبر بيرن على مليكة وبيقول لها مع الاسف عينات مامتك وعينات عمتك طلعوا مش متطابقين معاكي. ومليكة بتنهار. ولما بتسألها ريحان في ايه بتقول لها مليكة مالكيش دعوة بيا. وبتطلع تجري على بره وبتروح مليكة وبتقابل الشخص ده وبتديله فلوس وبتاخد منه ورقة فيها اسماء 17 واحدة بيكونوا اتولدوا مع ريحان في نفس المستشفى في نفس اليوم. وبترجع للحاضر تاني وريحان بيكون قاعدة على الصندوق اللي مليكة حفرت عليه حرفها وبتبصله باشتياق لانها كانت بتحوش فيه المليكة جهاز فرحها. وهوليا بتقول لأصلي اجهزي بسرعة عشان هنروح نزور حماتك المستقبلية. وأصلي بتقول لها طب وهنروح لها ليه، ما هم كده كده هيجوا يطلبوني منك. وهوليا بتقول لها يا بنتي دي زيارة ودية ما تقلقيش. وأصلي بتستغربها قوي وبتكون مش مستريحة لها. وبتدخل مريم على ريحان وبتقول لها انت اشتريتي لأصلي كل حاجة عشان جهازها، ناوية تديها جهاز مليكة كمان ولا ايه؟ فبتقول لها ريحان ما تتدخليش في اللي بعمله احسن لك. وبتخرج فيغان على صوتهم هما الاتنين وبتسألهم في ايه. ومريم بتقول لها الحقي ريحان شكلها اتجننت على الاخر بقى. وفيغان بتقول لريحان انا اتساهلت معاكي كتير قوي ومش هتساهل معاكي تاني ابدا، لم الدور احسن لك بقى. وريحان بتقول لها انت وقفتي بطاقة السحب بتاعتي لكن الحمد لله ان متين موجود لان لولاه كان زماني اتورطت النهارده. وبتقول لها مريم بغضب يعني متين هو اللي ساعدك؟ وبترجع مريم بالاحداث لورا لما كانت شابه وكان بيدخل متين يسأل مامته محتاجه الحاجه لاني خارج، ومامته بتقول له خد مريم تتمشى معاك شويه لانها اكيد ملت من قعدتنا. وبياخد متين مريم معاه وبيبص وبيلاقي ريحان شايله زرع في الحديقه وبيسيب مريم في العربيه وبيروح يساعد ريحان. وبيقول لها انت جايه تساعدي باباكي؟ وريحان بتقول له ايوه وبتشكره وبتطلب منه يروح هو لصاحبته المنتظره دي. وبيقول لها متين دي مش صاحبتي دي قريبتنا. وبيوصل خال متين من الخارج بيفرح متين جدا
جدا وبيجري يسلم عليه بلهفة، وبيسأله خاله مين المزة اللي كانت واقفة معاك دي؟ وبيقول له متين دي بنت الجناين الجديد، والخال بيبص لها بإعجاب. وبنرجع للحاضر تاني، وفيغان بتقول لريحان انت كنت لسه عيلة لما جيتي على البيت ده وما كانش عندك الجرأة انك تبصي في عيني، لكن دلوقتي واقفة وبتتجرأي عليا. وريحان بتقول لها ومش بس كده، ده انا ليا في البيت ده كمان اكتر مليكي، وسواء قبلتي او لا فمحدش هيجوز اصلي غيري. وبتكلم ريحان اصلي وبتقول لها انا متضايقه قوي وعاوزه اشوفك. واصلي بتقول لها انهم رايحين على بيت امرة وبتطلب منها تيجي معاهم. وهوليا بتغير وبتقول لها ايه مش مكفيكي ام واحده علشان كده قلت لها تيجي معانا؟ فبتقول لها اصلي مش كده خالص، هي كلمتني وكانت متضايقه وعاوزه تشوفني عشان تفضفض، قلت لها خلاص تيجي معانا، فين المشكله بقى؟ وهوليا بتقول لها المشكله اني كنت عاوزه اتكلم مع مامة امرة في حاجه خاصه وما كنتش حابه انها تسمعها. وبيرجع قراص على البيت وبيقول لبريجيت انا قابلت الراجل تاني ابدا اطمني. وبتسبق هوليا وبنتها ريحان على بيت امرة، واول ما بتوصل اصلي على هناك بتفتكر خيانه امرة ليها وبتحزن قوي. ومامة امرة بتستقبلهم وبتمد ايديها لاصلي علشان تسلم عليها، لكن اصلي بترفض تمد لها ايديها وبتقول لها انت لما قابلتيني في الكافيه جرحتيني بكلامك وحطمتيني، ولولاكي ما كانش زماني دخلت العمليه وعايشه قدامك دلوقتي غصب عنك. وبتكون اصلي بتتوهم وما قالتش اي حاجه من دي لمامة امرة، وبتكتم اللي نفسها تقوله جواها وبتسلم عليها عادي. وبتقول هوليا لامرة ومامته انا جايه النهارده علشان احط النقط على الحروف، بما ان امرة خدع بنتي قبل كده وهي سامحته عادي، فانا عاوزه ضمان بانه مش هيكرر اللي عمله معاها ده تاني ويرميها لي في الدنمارك لوحدها بعد ما يسافروا. وبتطلب مهر وشقه وعربيه ويتكتبوا باسم بنتها قبل ما يسافروا. واصلي بتقول لمامتها ايه ده يا ماما انت في وعيك؟ ومامتها بتقول لها اسكتي انت دلوقتي خالص. وبتقول هوليا لمامة امرة ده اللي عندي، ولو عجبكم على كده اهلا وسهلا، ولو مش عاجبكم كل واحد يروح لحاله من اولها كده. طبعا مامة امرة بتتضايق جدا وبتقول لها الظاهر عليكي انك اتجننتي خلاص. وبتقوم وبتسيبهم وبيقوم امرة ورا مامته وبتقول اصلي لمامتها انت عملتي كده متعمده علشان تبوظي لي الجوازه صح؟ وسيزين بتقول لها يا ريت والله. وبتفضل اصلي تتخانق مع مامتها وبيخرج امرة وبيقول لهم اصبروا علينا شويه وكل حاجه هتتحل ان شاء الله. وبتوصل ريحان وبتلاحظ ان الكل قلقان ومتضايق وبتسال خير في ايه؟ وهوليا بتقول لها احنا كنا لسه هنمشي دلوقتي لان مامة امرة غضبت ودخلت جوه وسابتنا لوحدنا. وريحان بتقول لها طب اقعدوا 5 دقايق على ما ادخل لها وهتكلم معاها انا جوه واعرف ايه مشكلتها. وهوليا بتقول لها مفيش داعي. واصلي بتقول لمامتها اقعدي بقى وسيبيها تدخل. وبتقعد هوليا غصب عنها. ومريم بتبعت لجوزها 200 رساله وبتلومه فيها على مساعدته الريحان وبترن عليه ما بيردش عليها. وبترجع فلاش باك بالاحداث ومتين بالصدفه بيشوف خاله وهو بيضايق ريحان فبيتدخل ويبعده عنها. وبعد ما ريحان بتمشي الخال بيكون متضايق جدا وبيقول لمتين لو حاولت تتدخل بيني وبين ريحان تاني انا مش هرحمك ابدا. وبتروح مريم ورا ريحان وبتسالها انت كويسه؟ وبتقول لها ريحان لا وخايفه اتكلم لحسن بابا يخسر شغله هنا. ومريم بتقول لها انا معرفش اللي ممكن تعمليه لكن ما تحاوليش انك تدخلي متين بينك وبين خاله علشان علاقتهم ما تفسدش بسببك. تقول لها انا ومتين هنتخطب قريب قوي. وريحان بتحزن لكن بتحاول تخبي مشاعرها. وبيجي متين وبيسال ريحان انت كويسه؟ وبتقول له ريحان ايوه كويسه. وبيقول لها لو متضايقه من تصرفات خالي تعالي معايا نقول لماما. وبتقول له لا ما تكبرش الموضوع مفيش اي حاجه. وبتاخد مريم متين وبتمشي وبتفهمه ان ريحان معجبه جدا بخاله لكن اتكسفت لما شافهم مع بعض ومتين زي العبيط بيصدقها. ولما فيغان بتفتح مع متين موضوع جوازه من مريم ما بيرفضش طبعا. وبنرجع للحاضر وريحان بتقول لمامة امرة ان هي اللي هتتكلف بكل حاجه هوليا تطلبها منهم بس مش عاوزاها تجيب سيره الاصلي ولا تعرفها الموضوع ده وتخلي الموضوع ده بينها وبين مامة امرة وبس. وبتخرج تقول لهوليا انهم موافقين على كل طلباتك. ومامة هوليا بتتصدم وما بتلاقيش مجال للرفض وبتقول لهم تمام ابقوا بقى بعد 3 ايام اعملوا الخطوبه. وبتكون مش طايقه نفسها. واصلي بتشكر ريحان على كل حاجه بتعملها معاها. وبتقول هوليا لاصلي هاتي موبايلك لما اعمل مكالمه لان موبايلي فصل. واصلي بتديهولها. وبتدخل هوليا الاوضه وبتتصل بقراص وبتقول انا حاولت ابوظ جوازه امرة واصلي لكن فشلت والخطوبه اتحددت بعد 3 ايام لكن مش هستسلم ومحتاجه لمساعدتها. وقراص بيتضايق جدا لكن ما بيبينش وبيقول لها انا عن نفسي مش هقدر اعمل حاجه بس انا واثق فيكي قوي. وبيبعت قراص لامرة رساله وبيقول لها فيها انا عاوزه اقابلك. وبتبعت اصلي لامرة رساله وبتساله فيها ايه الاخبار عندك في البيت؟ وبيقول لها امرة كله تمام. وبيعرفها انه رايح عشان يقابل قراص. واصلي بتخاف جدا لحسن قراص يقولوا على اللي حصل بينهم وبتساله على المكان اللي هيتقابلوا فيه عشان تروح لهم هناك. وبتتصل ريحان على متين علشان يجي يقابلها. وفي الفلاش باك متين بيشوف ريحان وهي بتعيط تاني يوم خطوبتها على خاله وبيقول لها لو مش عاوزه الخطوبه دي قوليلي وانا هعمل كل اللي اقدر عليه علشان ابوظها. وبيجي
خاله وبيقول له ما تقربش من ريحان تاني، وبياخدها ويمشي. وبنرجع للحاضر، وريحان بتشكر متين على مساعدته له، وبتقول انا وعدت اصلي اني هجوزها، واتخانقت مع مامتك النهارده بسبب الفلوس، لكن لمحت لها اني هاخد حق جوزي بالقانون، بس انا طبعا مش هعمل كده ابدا. ومتين بيقول لها سيبيها لي وانا هتكلم معاها. وبتقول له ريحان لا مفيش داعي، انا مش عاوزه منها حاجه، انا عاوزاك بس تبيع لي ارض الجزيره اللي يوسف كاتبها باسمي عشان اقدر اصرف منها. واصلي بتوصل عند امرة وبتساله انت ما تعرفش اراس عاوز يقابلك ليه؟ وامرة بيقول لها لا دلوقتي يوصل وهنعرف، انت ليه متوتره قوي كده؟ وبيوصل اراس وبيقول لي امرة تقدر تستلم شغل في الدنمارك من اول الشهر. وامرة بيفرح قوي وبيقوم هو واصلي عشان يمشوا. واراس بيقول لاصلي ايه انت مش هتقولي لامرة على موضوع رهاننا ولا ايه؟ وامرة بيسال رهان ايه، بس اراس ما بيرضاش يقول له حاجه عن اللي حصل بينهم لما بيلاقي اصلي خايفه قوي كده. وبيقول له ان اصلي كانت متراهنه معايا ان موضوع الدنمارك ده هيجي قبل الخطوبه، بس انا كنت بقول لها ده مستحيل، لكن هي اللي كسبت الرهان. وامرة بيشكره وبيمشي مع اصلي. واصلي بتقول لامرة اسبقني انت وانا هسال اراس على حاجه تخص السيده ريحان وحصلك. وبترجع اصلي لاراس وبتقول انت عاوز مني ايه بالظبط؟ عرفني. واراس بيقول لها عايزك تعترف في حقيقه ان في مشاعر جواك اتجاهي، وانك هتتجوزي امرة وانت ما بتحبيهوش، لكن لانك عاوزه تهربي مني. فاصلي بتقول له انت مريض نفسي وخيالك واسع جدا، وياك تحاول انك تقول لي امرة اي حاجه، انت حقيقي مريض. وبتسيبه وتمشي. ومتين بيقول لمامته ريحان عايزه تبيع ارض الجزيره اللي خالي كاتبها لها باسمها، وانا ما قدرتش اقول لها اننا بعناها من سنتين بسبب القروض اللي كانت على الشركه. وبتقول له فيغان سيبها لي وانا هتكلم معاها. وبيقول لها متين مش هينفع لانها ما تعرفش اني هقول لك، ومن رايي بقى انك توقفي الضغط عنها وتسيبيها تجوز اصلي عشان تشيل الموضوع ده من دماغها. وبتقول لمامته مستحيل، وباي طريقه اقنعها انها تتراجع عن موضوع بيع الارض ده. وبتدخل ريحان وبتقعد مع اراس وبتقول انا محتاجه منك بكره 15 مليون سلف وهرجعهم لك بعد ايام على ما بيع ارض الجزيره، بس لكن لو سمحت ما تسالنيش عن السبب. واراس بيقول لها حاضر. وبتتصل هوليا على ريحان وبتقول لها لو انت اللي هتدفعي لمامة امرة فلوس الحاجه اللي انا طلبتها يا ريت بلاش، لان لو اصلي عرفت هتتضايق جدا، وانت عارفه ان ما يهمنيش غير سعادتها. وريحان بتقول لها بالكذب اطمني انا مش هدفع حاجه، انا بس اتكلمت مع مامة امرة وخليتها تفهم غلطها، لان سعاده اصلي برضو تهمني جدا. وبيقول متين لريحان انا لغيت كل المواعيد اللي ورايا عشان اروح معاكي بكره تشوفي ارض الجزيره. وريحان بتشكره ومريم بتكون واقفه وبتسمعهم من فوق وهي بتغلي. واراس بيروح على مصنع الشوكولاته وبيطلب من مروه انها تبعت من حسابه لحساب ريحان 15 مليون وما تعرفش اخوه ولا مامته، لانه كده كده ريحان هتبيع ارض الجزيره وهترجع لهم الفلوس لكن بعد كام يوم. وبتحول مروه الفلوس وبتقول الله هي مش ارض الجزيره دي اتباعت من فتره؟ فاراس بيقول لها لا مرات خالي ما باعتش حاجه. وبتوصل ريحان رساله من اراس ان هو حول لها الفلوس. وبتخرج ريحان هي ومتين من البيت علشان يروحوا يشوفوا الارض، ومريم بتركب عربيتها وبتروح وراهم. وامرة ومامته بيروحوا عشان يشتروا الاصلي الذهب اللي هوليا طلبته منهم. وهوليا بتقول لمامة امرة هو انت جبتي الفلوس دي كلها منين؟ اصل مش معقوله يعني محل الخياطه بتاعك هو اللي هيكسبك الفلوس دي كلها. ومامة امرة بتقول لها انا بحوش من زمان يا حبيبتي عشان اليوم ده. وطبعا اصلي بتسكت مامتها، وبيحاول متين يقنع ريحان انها تتراجع عن فكره البيع وهو هيتكلم مع مامته. وبترن اصلي على ريحان وبتقول لها احنا بنشتري الذهب وكنت اتمنى انك تكوني معايا عشان نختار سوا. وريحان بتقول لها معلش انا مشغوله النهارده ومش هقدر اكون معاكي، لكن بامر الله هعوضك في حاجه تانية. وبتوصل السفينه وبيركب متين وريحان وبيروحوا على الجزيره، ومريم ما بتلحقهمش وبتقف وهي مقهوره. وبتقول سيزين لمامتها شكلك متضايقه قوي مع انهم نفذوا كل اللي طلبتيه. وبتقول لها مامتها انا عارفه اني في نظركم ام طماعه وما بتفكرش في سعاده بنتها اصلا. وبيوصل لهوليا رساله من اوكان وبيقول لها فيها انا تحت البيت ولو ما نزلتيش انا اللي هطلع لك. وبتبص هوليا عليه من الشباك وبتلاقيه واقف وعمال يتطوح لانه سكران وممكن يفضحها قدام الكل. وبتعمل حاجه الزباله وبتنزل تقول له يخرب بيتك انت ايه اللي جابك هنا؟ وبيقول لها اوكان انا جايه عشان اعتذرلك واطلب منك بقى تسامحيني وترجعي معايا زي الاول. وهوليا بتقول له كان يوم مهبب يوم معرفتك، وبتاخده وبتبعد بيه عن البيت. وبتبص هوليا وبتلاقي اراس جايبه عربيته عند البيت بتاعهم، فبتدرى هي واوكان عشان ما يشوفهمش. وبيبعت اراس لاصلي رساله انه تحت البيت وبيقول لها انزلي لي. واصلي بتنزل وهي غضبانه جدا وبتقول لاراس ايه انزلي لي دي انت بتأمرني ولا ايه؟ واراس بيقول لها ايه دي بس واركبي العربيه بسرعه عشان الناس ما تقولش لخطيبك انك بتقابلي واحد غريب في نص الليل. وفعلا اصلي بتركب العربيه بتساله انت عاوز مني ايه؟ وبيقول لها اراس مرات خالي طلبت دين مني ودي الاول مره في حياتها تعمل كده، وكل ده علشانك انتي. فكري في الموضوع كويس لان عنادك بيأثر على حياه غيرك وانتي مش حاسه خالص.
فاصلي بتقول له دين علشاني انا؟ انت اكيد غلطان. ولما بتفكر اصلي مع نفسها بتعرف ان ريحان عملت كده عشان تدي الفلوس لمامة إمرة. وبتجي لهم هوليا وبتقول لأراس انت قاعد تحت ليه؟ اتفضل فوق. وبتقول لها اصلي لا، هو كده كده كان ماشي خلاص. وبتقول لها هوليا لا، ده هيتعشى الاول معانا وبعدين يبقى يمشي. وأراس بيطلع معاهم بلاند في أصلي، وأصلي بتحضر الأكل وبتكون أصلا مش طايقة نفسها. وهوليا بتقعد تتكلم مع أراس وبتقول له احنا اشترينا الذهب النهارده لكن ممكن نرجعه عادي يعني. وبعد ما تاكل خد اصلي وانزلوا تمشوا شويه على الساحل وعبر لها عن مشاعرك. واراس بيقول لها في الحقيقه انا بتحرج اتكلم في المواضيع دي. وبتطلع اصلي بالاكل وبتقدمه لاراس من غير نفس حتى. وبيروح المعتوق وكان وبيخبط على إمرة وبيقول له انت لازم تنفصل عن اصلي لان هي واراس بيحبوا بعض وانا مش عاوزك تكون بينهم عشان هوليا تبقى سعيده لاني بحبها قوي. وإمرة بيغضب وبيطلب موبايله علشان يرن على اصلي. فبيقول له اوكان لا ما ترنش عليها دلوقتي خالص، اصلها دلوقتي مع حبيبها ما تزعجهمش بقى يا عم عشان أراس عنده. وإمرة بيغضب جدا وبيمشي يروح لهم. وبتعيط مريم وبتقول لي فيغان ريحان خدعت جوزي وبتقابله في السر وشفتهم بعيني وهم راكبين سفينه مع بعض. وفيغان بتقول لها بلاش تخريف لان اللي بتقوليه ده ما يتقالش يا بنتي، وكفايه قارني نفسك بريحان بقى لاني زهقت. وبيسالي جوزك وهو هيقولك على الحقيقه وهيعرفك هما كانوا مع بعض ليه. وهوليا بتفضل تمدح في اصلي وفي اكلها. فأراس بيقول لاصلي يا بخت إمرة بيكي، واصلي بتقول له يا بختي انا بإمرة. وبتفضل تمدح في إمرة جامد علشان تغيظه. وبتقول لها مامتها غير الموضوع ده لاني زهقت. وبيسال أراس سيزين انت بتشتغلي في ايه؟ وسيزين بتقول له مستشاره ملابس. وأراس بيقول لها يبقى هحتاج مساعدتك قريب قوي لاني كنت محتاجه اجدد الدولاب بتاعي. وأراس بيسال مراد عن نفسه ومراد بيقول له انا بحب التمثيل. وأراس بيقول له طب انا ليه صديق منتج ممكن اخدك في يوم معايا ونروح لموقع التصوير واعرفه بيك. ومراد بيفرح جدا وبيقول له يا ريت. واصلي بتحس ان الامور هتخرج عن سيطرتها فبتشيل الاكل من قدام أراس وبتقول له يلا يلا عشان ما تتاخرش بقى. ومامتها بتقول لها عيب كده يا بنتي اعملي له القهوه الاول. وبيقول ميتين لريحان ما غيرتيش رايك بعد ما شفتي موقع الارض؟ وريحان بتقول له لا لاني محتاجه ابيعها ضروري عشان اشتري حريتي. وميتين بيقول لها تمام بس اعرفي انها تاخد شويه وقت. وريحان بتقول له مفيش مشكله هستنى عادي يعني وبتشكره. وفيغان بتسأل ميتين هي ريحان اقتنعت؟ وبيقول لها لا. وبتعرفوا مامته ان مريم شافتهم وبتقوله طيب خاطرها بكلمتين وخلصنا. واتصل على المحامي يجي لنا الصبح. وبيقوم أراس بحاجه انه يغسل ايده وبيدخل المطبخ لاصلي. واصلي بتقول له ليه كده؟ ليه بتخدع اخويا وبتعشمه انك هتاخده على موقع التصوير ويقابل المنتج صاحبك وانت اصلا مش هتعمل كده؟ وبيقول لها أراس انت متضايقه لانك سبت قلب عيلتك صح؟ وبيخبط الباب وهوليا بتفتح وبتلاقي إمرة قدامها وبتقول له ايه اللي جابك دلوقتي؟ وبتطلع له اصلي وبتقول لمامتها عيب كده. وبتقول لي إمرة اتفضل ادخل. وبيظهر أراس قدامه وبيقول له ادخل اشرب القهوه الجديده بدالي اصلي فورت اللي كانت عاملاها لي. وبينزل أراس وإمرة بينزل وراه وبيقول له ابعد عن اصلي وما تحاولش انك تقرب منها تاني ابدا. فبيقول له أراس خطيبتك هي اللي بتقرب مني ولو عندك الشجاعه روح اسالها عن اللي حصل بينا. ندلي يا أراس مش كلام. وإمرة طبعا بيتضايق وبيكون هيمسك فيه لكن اصلي بتنادي عليه من البلكونه وبيمشي أراس. واصلي بتنزل لإمرة وبيسالها إمرة ايه اللي حصل بينك وبين أراس اثناء انفصالنا؟ واصلي بتقول له ما حصلش حاجه. وبيصدقها إمرة وبيقول لها انا مش عاوزه تتكلمي معاه تاني. وبتتصل مروه على أراس وبتاكد له على ان الارض اتباعت لانها كانت باسم الشركه مش باسم ريحان. وبيدخل ميتين وبيعتذر لمريم وبيراضيها بكلمتين. وبتسأله مريم انت كنت مع ريحان طول اليوم ليه؟ وبيقول لها ميتين مش هينفع اقولك. ومريم بتتضايق جدا وبتتخانق معاه وبيسيب لها الأوضة وبيطلع بره. وبيوصل أراس على البيت وبيتهم اخوه ميتين بسرقة أرض مرات خاله وبيعها من وراها. وميتين بيغضب عليه وبيقول له ما تتدخلش في حاجة مالكش فيها. فبيقول له أراس لا ليا بقى لأن مرات خالي خدت مني 15 مليون دين على أساس إنها هتردهم لي لما تبيع الأرض دي. وبتخرج فيغان على صوتهم ولما بيشتكي لها أراس من اللي أخوه عمله بيلاقيها عارفة كل حاجة وبتحذره إنه ما يجيبش السيرة لريحان. وبيقول لهم أراس انتوا عصابة بقى وبيسيبهم ويمشي وبيكونوا غضبان جدا. وبيرجع ميتين بذاكرته ليوم ما خد ريحان على المستشفى عشان تولد لأن خاله ما كانش موجود في المدينة. وبيولد الدكتور ريحان وبيخرج يقول لميتين ريحان بخير لكن طفلتها مش بخير أبدا ونقلناها العناية المركزة ومفيش أمل من نجاتها أبدا. وميتين بينهار وبيكون مش عارف يقول الخبر ده لريحان ازاي. والممرضة بتشوف ميتين وهو بيعيط وبتروح تقول له ما تضايقش نفسك انا عندي الحل. وبتقترح عليه يحط ريحان بنت تانية بدل بنتها اللي هتموت وما يعرفهاش حاجة. وبتكون المفاجأة ان البنت التانية اللي الممرضة هتبدلها دي تبقى بنت هوليا. وبنرجع للحاضر تاني وبترجع اصلي على البيت وهي متضايقة جدا وبتحضن مامتها وبتفضل تعيط
وبتقول لها انا كذبت على إمرة وقلت له انه ما حصلش حاجه بيني وبين أراس، لكن في الحقيقه حصل بينا حاجه. وهوليا بتفرح قوي يا واطيه وبتقول لها انا كنت حاسه، وبتشجعها على حب أراس، وبتقول لها اصلي ان أراس اناني وعديم العواطف وانا بحب إمرة. وبتقول لها مامتها خلاص يبقى اعترفي له بالحقيقه بقى، وهو لو بيحبك بجد هيسامحك. والصبح اصلي بيقرر انها تروح تقابل إمرة عشان تقوله انها كذبت عليه وتحكي له على كل اللي حصل بينها وبين أراس. فبيغضب إمرة جدا وبيقول لها انا هروح اقتله. وأراس بيخبط على مرات خاله وبيقول لها على موضوع بيع الارض، لكن مامته بتقوله انها خرجت وبلاش تتصرف في تهور لاننا عملنا كده عشان مصلحه عيلتنا كلها. وبتسمع مريم بالصدفه ميتين وفيغان وهما بيتكلموا مع المحامي عن موضوع الارض دي. ولما بترجع ريحانه على البيت مريم بتقول لها انا عندي ليكي خبر بملايين. وبيروح إمرة لأراس البيت وبيتخانق معاه وأراس بيضربه بكل قوته. وبتوصل اصلي وبتلاقي إمرة مرمي على الارض وقاطع النفس، وأراس بيكون واقف بمسمار في ايده وعينيه كلها دموع. وبتقول له ايه ده انت عملت ايه؟ وبس كده لحد هنا وبيخلص الجزء ده من مسلسلنا. ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مره تتفرجوا علينا فيا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.